صباح الورد. امبارح كنت في فرح، استغربت قوي لما لقيت العروسة كل لما تشوف العريس بيرقص مع حد من اصحابه او اهله تطلع تجيبه من وسطيهم من قفاه بكل بجاحة. في ايه يا ماما؟ في ايه يا حبيبتي؟ اهدي، على فكرة احنا لسه في خطوبة، امال لما تتجوزي هتعملي فينا ايه؟ للأسف بنات اليومين دول من وجهة نظري داخلين حرب مش جواز. لا، بتحبيه حبيه بأهله مش تحتكريه، لأن الجواز على فكرة علاقة بين اتنين، عيلتين، مش حرب مين يقدر يقطع التاني من أهله. عايزين نرجع تاني لفكرة العيلة الكبيرة بتاعت زمان، نسب من هنا نسب من هناك، العيلة بتكبر. مش كل ما واحد وواحدة يتجوزوا يتحكموا ببعض. لا، ما تروحيش لمامتك، لا ما تاكلش عند مامتك، لا ما تروحيش لاختك. في ايه يا جماعة؟ العيلة قوة، حماية، عزوة، قوة ليكي ولولادك اللي هيجوا من نفس الراجل اللي انتي بتحاولي تقطعيه من اهله. ربوا عيالكم على العيلة، على الأصول، على المبادئ والأخلاق اللي للأسف بقت في الفترة الأخيرة قليلة قوي.